انا فايزه عبد الله، القناه بتاعتي سفرة فايزه. هعمل لكم النهارده يا جماعه شاورما الفراخ. هعملها لكم بطريقه حلوه قوي وطريقه بسيطه. هنعملها دلوقتي وهنعملها مره تانية بطريقه بتاعت السيخ اللي هي بتتحط في الفرن وكده. دي طريقه بسيطه وحلوه قوي قوي، وهبدا معاكم الفيديو دلوقتي، ويا ريت تقولوا لي رايكم في الكومنتات، وانا عارفه واثقه ان هي هتعجبكم جدا. هنبدأ نعمل الشاورما. هنشوف المقادير بتاعتنا. هنعمل شاورما يعني احسن من بتاعة المحلات شوية. معانا زي ما احنا شايفين كده، احنا هنعمل صدور فراخ مع اوراق. بصوا تقطيعنا مقطعاها كده سلايز كده بالمقص بتاع المطبخ. معانا معلقه دبس رمان، معانا معلقه كاتشب او معلقتين يعني حسب الكميه اللي انت عاملاها، معلقتين كاتشب. معانا برتقانه، ده السر بتاعها. لو لاحظتوا ان انا كل الوصفات بتاعتي بتاعه الفراخ بحب احط البرتقان. معانا نص كوبايه زبادي، معانا معلقتين مستردة، معانا صويا صوص. هنبدأ نقول التوابل. ومعانا على فكرة بشر برتقانة، ده ممكن يغني عن الليمون وهيضيع طبعا اذا كانت ريحة زفارة. طبعا احنا غسلينها كويس ومقطعينها. التوابل بتاعتنا بابريكا مدخنة، قرفة بسيط، معانا الملح، معانا الورق اللورا او ورق الغار، معانا بودر توم وبصل بودر، ومعانا فلفل اسود، ومعانا جنزبيل، ومعانا حبهان مطحون. اوكي. والسر برضو هنحط معلقه بودر دجاج اللي هي بتاعت فيجيتار، بس البودر اللي هي الخلطه بتاعت الدجاج اللي هي بتاعت كنور. طبعا مش بعلن، مش مجرد اعلان يعني او دعايه، لا هي فعلا الخلطه بتاعتها. هناخد منها معلقه على الخلطه. دلوقتي هنتبل كل الخليط مع بعض. هنحط الخلطه بتاعتنا، نحط بقى الفراخ، نقلبها، نغطيها بالخليط كله كده، نغطيها ونسيبها ساعتين تقريبا. هبدأ دلوقتي نعملها على الجريل. لو انت حابه تعمليها بزيت ذره او زيت زيتون، اي يعني زي ما انت حابه. لازم طبعا تكون سخنه. عايزين نسمع صوت الطشه دي. ما نحطهاش في مكان واحد يعني فوق بعض، علشان عايزينها تاخد كلها على طول صدمة. بصوا يا جماعة، عملت الشاورما كده، استنيت لما اتعملت على الشواية، وهقول لكم السر بتاعها. احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ انتوا عارفين في حاجتين لازم ان انا بحب ان انا اعملهم، بتدي طعم حلو قوي وريحه الشوي. هحط الفحمه مع الشاورما دلوقتي. اوكي. على ما اكون عملت برضو سلطه الطحينه او توميه ونجهز حاجتنا. نطبق السندوتشات. معانا البطاطس اللي احنا شايفينها مقرمشه، معانا الخيار المخلل. الخيار حالا انا لسه عاملاه الحقيقه بميه سخنه، وفص ثوم ومعلقه خل، خيارتين 3 زي ما انت الكميه اللي انت بتحبيها.
عملنا سلطة الطحينة بالزبادي، ومعانا الشاورما. عايزة تحطي مايونيز وعليه كاتشب، اي صوص ممكن، المهم ان ما يكونش يعني فيه صوص عشان ما يبقاش الساندوتش يبقى مبلول كده. اوكي، هنحط سلطة الطحينة. حابة تحطي اي حاجة خضراء، بس هنلف كده. حاجة زي كابوتشا مثلا، بس ما يكونش فيها طبعا مية، زي ما احنا نعملها كده. هنحطها على الجريل، او هنجهزهم وبعدين نحطهم على الجريل. هنعمل برضو العيش الفرنساوي، نفتحه بالسكينة اللي هي مشرشرة عشان ما يتقطعش كده. نبدأ حطينا فيه برضو الطحينة ده عشان استعمل ايديا كده، واحط الشاورما والخيار. الخيار عندك خيارتين 3 ممكن تعمليهم على طول في ساعتها. حط برضو كده. اوكي، هنعمل برضو نحط على الجريل او في طاسة، مش مشكلة، ونضغط عليها بس عشان تدي اللي هي الجريلا بتاعت الشوي، ونضغط عليها علشان تبان ان هي زي المشوية، زي بتاعت بره. نحط الناحية اللي هي مفتوحة كده من تحت، ونضغط عليها بقى او نقفل عليها الغطا. بصوا يا جماعة، ده الشكل النهائي بتاع سندوتشات الشاورما، شاورما الفراخ. تحفة جدا جدا الحقيقة، وما اخدش وقت خالص.